وليه اشتريه لما ممكن اعمله في البيت بطريقة حلوة جدا، وبلاش بقى بتاع المصانع ده. تعالي النهاردة نعمل مع بعض لانشون طعمه حكاية. معايا نص كيلو من الفراخ، نص كيلو من صدور الفراخ. غسلتها كويس ودخلتها الفريزر جمدت شوية. هضربها في قلب الكبة مع قطعة بسيطة من الدهن بتاع اللحمة. بعد كده بعد ما ضربتها حضر معايا نص كوباية من المية المتلجة وفيها قطعة من التلج. معايا 3 معالق كبار من النشا وهدوبهم مع بعض كويس جدا. توم باودر وبصل باودر، ملح وفلفل اسود، شويه من السبع بهارات، معلقه من البابريكا، ومعايا مكعب من المرقه الفوريه ودوت اختياري. هقلبهم مع بعض بالشكل دوت كده، وهضيف لهم ربع كوبايه من الزيت ومعلقه لون طعام احمر او نقطتين 3 كده. هاخد بقى الكلام ده احطه في قلب الخلاط او الكبه لحد ما كله يتضرب مع بعض ويديني اللون ده. بعد ما اتاكدت تماما اللي كله اتضرب في استرتش رول او اكياس حراريه، هبدا ان انا الف اللانشون بتاعي بالشكل ده. عايزاه شكل الاسطواني. وبعد كده هحطه بقى في ورق فويل، ومعايا حله على النار فيها ميه بتغلي، هحط عليها مصفى وهحط اللانشون وهقفله بالطريقه دي. هيقعد ساعه ونص على النار. عايزه اقولك بقى بعد الساعه ونص تسيبيه يهدى شويه وبعد كده تقطعيه. بيكون خطير، طعمه حلو جدا، ينفع في سندوتشات المدرسه، ينفع في الحشوات، ينفع في البيتزا، خطير. يلا شيري الوصفة واعمليها في البيت، طعمها حكاية.